أجر عظيم جدا وعمل قليل جدا. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. صيام الدهر كله أجر عظيم جدا لا يعلمه إلا الله عز وجل. يدخل الصائم من باب اسمه باب الريان، إذا دخلوا من هذا الباب أغلق فلم يدخل أحد دونهم. فأنت قدامك فرصة عظيمة جدا إنك أنت تكون من أصحاب هذا الباب الذين ينادي الله عليهم تبارك وتعالى يوم القيامة من باب الريان. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمة الشرع إن ال6 أيام دول الإنسان ممكن يصومهم متواليين أو متفرقين، يعني لا يشترط التتابع، لكن الإنسان ممكن يصوم متفرقين وممكن يصومهم متتاليين. كذلك الإنسان لو كان عنده عذر وأفطر في رمضان وكان عنده عليه 3 أيام أو 4 أيام، زي النساء مثلا بيبقى عندهم عذر الحيض أو النفاس، هل يجوز للمرأة أن تصوم ال6 أيام قبل القضاء؟ نقول نعم يجوز، وإن كان الأولى القضاء أولا لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. لكن لو كان عليها أيام كتير وخايفة أنها لم تلحق بهذا الأجر وهذا الثواب العظيم، فيجوز لها أن تصوم أيام شوال قبل أيام القضاء. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت تؤخر قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان. ستنا عائشة كانت تفعل ذلك، فلذلك فيجوز للمرأة أن تؤخر ما عليها من قضاء رمضان وتصوم أولا الأيام 6 من شوال. لكن هل يجوز الجمع بين النيتين؟ فلا يجوز الجمع بين نية الفرض ونية النافلة.